مرحبا بكم في روح الحكايات. قبل أن نبدأ القصة، تأكد من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى لا تفوتك أي قصة مشوقة ستدهشك وتعلمك دروسا مهمة من الحياة. القصص التي نرويها هنا ليست مجرد حكايات، بل دروس من الواقع والخيال ستلهمك وتغير نظرتك للعالم. واليوم سأروي لك قصة شاب فقير ورث خاتما واحدا فقط، لكنه اكتشف أن هذا الخاتم سيجعله أغنى من الجميع. في قرية هادئة تحيط بها الجبال والغابات الكثيفة، عاش شاب يدعى رامي. فقد والده منذ صغره، وعاشت والدته بمفردها لتوفير لقمة العيش له ولأشقائه. كانت الحياة صعبة، لكن رامي كان معروفا بابتسامته الدائمة وطيب قلبه، دائما يساعد كل من يحتاج مهما كان قليل ما يملك. كل صباح كان يبدأ يومه بالعمل في الحقول أو مساعدة الجيران في أعمالهم اليومية، ثم يعود ليقضي وقتا قصيرا في تعلم الحرف اليدوية البسيطة، مثل صنع الأقفال الخشبية الصغيرة أو الحلية اليدوية. كان حلمه أن يكون يوما ما مستقلا، لكنه لم يكن يعرف كيف سيبدأ. في أحد الأيام جاءه خبر وفاة والده. شعر رامي بالحزن العميق، لكنه كان يعلم أنه يجب عليه التوجه مع بعض الأقارب لفتح الوصية. توقع أن يرث شيئا بسيطا أو ربما لا شيء، لكن ما حدث كان خارج توقعاته. ورث خاتما واحدا فقط. كان الخاتم قديما مزخرفا بالنقوش الغريبة، يلمع ألوانا غير معتادة تحت ضوء الشمس. كان يبدو عاديا للوهلة الأولى، لكنه كان يحمل سرا غامضا. وقف رامي مذهولا وقال في نفسه: هذا كل ما تركه لي والدي، خاتم صغير، كيف سيغير هذا حياتي؟ في تلك الليلة أخذ رامي الخاتم بين يديه وأمعن النظر فيه. لاحظ نقشا صغيرا على الداخل، يبدو كأنه رسالة مخفية. قرأ النقش بصوت خافت: من يملك هذا الخاتم ويستخدمه بحكمة سيجد كنزا أكبر مما يمكن أن يحلم به أي إنسان. شعر رامي بشيء غريب، وكأنه نبض جديد من الأمل يتدفق في قلبه. لم يستطع النوم، وبدأ يتخيل ماذا يمكن أن يعني هذا النقش. هل سيكون مجرد كلمات عابرة، أم أن هناك شيئا أكبر ينتظره؟ في اليوم التالي قرر رامي متابعة حياته اليومية كما هو معتاد. بدأ صباحه بالعمل في الحقول، ثم توجه إلى السوق ليبيع بعض الحرف اليدوية التي صنعها. كان أول حدث غريب عندما اقترح عليه تاجر قديم صفقة صغيرة: شراء بعض الحلي القديمة بثمن زهيد وبيعها بسعر أكبر في المدينة المجاورة. رامي رغم شكه وافق، وفوجئ بأن الربح كان أكثر مما توقعه طوال العام. ومع مرور الأيام بدأت الأمور تتغير أكثر فأكثر. الناس في السوق بدأوا يلاحظون حظ رامي الغريب، وبدأوا يطلبون مساعدته. بعض التجار بدأوا يثقون به ويعطونه معلومات عن الفرص الجديدة. رامي نفسه بدأ يشعر أن الخاتم يمنحه شيئا أكثر من مجرد حظ، وكأن هناك قوة خفية تدفعه نحو الطريق الصحيح. مع كل يوم كان رامي يكتشف شيئا جديدا. في صباح أحد الأيام وهو يسير في طريق الحقول، وجد محفظة صغيرة مليئة بالنقود كانت قد سقطت من أحد القرويين. بدلاً من أخذها لنفسه، بحث عن صاحبها وسلمها له، وفي المقابل أعطاه القروي شيئاً غريباً: خريطة قديمة لأماكن بيع وشراء الأشياء النادرة.
في يوم آخر ساعد جارته المسنة في جمع الحطب، ولاحظت أن الخاتم يلمع بطريقة غريبة كلما لمسه، فابتسمت وقالت له: هذا ليس خاتما عاديا يا بني. حكايات قديمة تقول أن من يمتلكه سيجد فرصا لا يراها الآخرون. رامي لم يفهم الأمر جيدا، لكنه شعر بأن كل ما يحدث حوله ليس مجرد صدفة، وأن الخاتم يفتح له أبوابا لم يكن يعرفها سابقا. بدأت حياة رامي الاجتماعية تتغير أيضا. الجيران الذين كانوا يستهزئون به بدأوا يطلبون مساعدته ونصحه. الأطفال كانوا يجلسون حوله ليستمعوا إلى حكاياته الصغيرة عن الحياة والحكمة. حتى أقاربه الذين تجاهلوه في السابق بدأوا يلاحظونه ويشعرون بالفضول تجاه تغيره المفاجئ. رامي نفسه كان يتعلم شيئا جديدا كل يوم: الصبر، الثقة، استخدام الفرص بحكمة، ومساعدة الآخرين دون توقع مقابل. مع مرور الأيام بدأ رامي يشعر أن الخاتم ليس مجرد قطعة معدنية، بل هو مفتاح لعالم جديد من الفرص والتحديات. في صباح أحد الأيام، بينما كان يسير في السوق، سمع صراخا. اقترب ليرى فتاة صغيرة تبكي لأنها فقدت دميتها المفضلة. تذكر رامي نفسه عندما كان صغيرا، وكيف كان يشعر بالحزن لفقدان شيء عزيز. اقترب منها وابتسم، ثم قال: لا تحزني، دعينا نجد دميتك معا. بدأ البحث بين الأكشاك، وفجأة لمع الخاتم. أشار إلى صندوق قديم خلف أحد البائعين، وهناك كانت الدمية. ابتسمت الفتاة وقالت: شكرا لك، أنت لطيف جدا. شعر رامي بسعادة غريبة، وكأن الحظ الجيد يتضاعف كلما ساعد الآخرين. بعد ذلك اكتشف رامي شيئا أكثر إثارة. الخاتم يبدو أنه يقوده إلى الفرص المالية بطريقة غريبة. في يوم من الأيام، بينما كان يجلس بالقرب من النهر، لمح رجلا يبيع أدوات قديمة بأسعار منخفضة. لم يكن رامي مهتما عادة بمثل هذه الأشياء، لكنه شعر بدافع داخلي لإلقاء نظرة فاحصة. تذكر ما قاله النقش على الخاتم: من يستخدم هذا الخاتم بحكمة سيجد الكنوز المخبأة. اشترى بعض الأدوات الصغيرة، وبالفعل بعد يومين اكتشف أنها مطلوبة جدا في السوق المجاورة، وحقق من خلالها أرباحا أكثر مما كان يتوقع. التحولات لم تقتصر على المال فقط، بل على علاقاته الاجتماعية أيضا. الجيران بدأوا يأتون إليه للحصول على نصائح حول أعمالهم الصغيرة. الأقارب الذين استهانوا به سابقا بدأوا يظهرون الاهتمام فجأة، لكن رامي كان حذرا ولم يثق بسهولة. حتى الأطفال أصبحوا يحبونه ويجلسون حوله لسماع قصصه، وهو أصبح بالنسبة لهم قدوة صغيرة. في أحد الأيام جاءه أحد أقاربه الغني وقال له بغرور: رامي، لم أكن أصدق أنك تستطيع أن تصل إلى ما وصلت إليه. ابتسم رامي بهدوء وقال: الفرص تأتي لمن يعرف كيف يراها.
ويستغلها بحكمة. رامي بدأ يدرك شيئاً مهماً: الثروة ليست فقط في المال، بل في القدرة على استخدام الفرص بحكمة ومساعدة الآخرين والحفاظ على قلب طيب. قرر أن يخصص جزءاً من أرباحه لمساعدة الفقراء وبناء مشاريع صغيرة في القرية. بدأ أولاً ببناء مكتبة للأطفال، ثم فتح متجراً صغيراً لبيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة ومساعدة الأسر المحتاجة. في أحد الأيام، وبينما كان رامي يتفقد متجره الجديد، جاءه رجل مسن يحمل صندوقاً صغيراً وقال: أعرف أنك رامي، صاحب الخاتم الغريب. لدي شيء قد يفيدك. فتح الرجل الصندوق، وكانت بداخله خريطة قديمة جداً تؤدي إلى مخبأ مليء بالأشياء النادرة والثمينة. رغم دهشته، شعر رامي أن كل شيء يحدث بدقة، كما لو أن الخاتم يقوده خطوة خطوة نحو المستقبل. بعد أن حصل رامي على الخريطة القديمة من الرجل المسن، شعر بأن حياته تدخل مرحلة جديدة بالكامل. كانت الخريطة مرسومة بعناية، تحتوي على إشارات لأماكن مخفية في الغابة المحيطة بالقرية، وأخرى في المدينة المجاورة، مكتوب عليها علامات غريبة وكأنها دعوة لاكتشاف كنوز أو فرص غير متوقعة. قرر رامي أن يبدأ مغامرته خطوة خطوة. قبل أن يغادر، قام بتحضير حقيبته الصغيرة، وضع بعض الطعام والماء، وأخذ الخاتم معه، لأنه شعر أن الخاتم سيكون دليله وحاميه في كل خطوة. في صباح اليوم التالي، استيقظ رامي مبكراً وشعر بحماس غريب. كانت الشمس تشرق على جبال القرية، وأشعتها الذهبية تعكس ألوان الخاتم بطريقة مذهلة. أثناء سيره في الغابة، لاحظ رامي حيوانات صغيرة تتتبع خطواته، وكأنها تراقب تحركاته وتوجهه للطريق الصحيح. كلما اقترب من علامة على الخريطة، كان الخاتم يلمع أكثر، وكأنه يشير إلى المكان الذي يجب أن يذهب إليه. في منتصف الغابة، وصل إلى شجرة قديمة كبيرة، وتحتها صندوق صغير مغطى بالأوراق. عندما فتحه، وجد داخله كتباً قديمة عن التجارة والحكمة والفرص المالية، مكتوبة بخط اليد. قرأ رامي بعض الصفحات، وفجأة فهم أن هذه الكتب تحتوي على استراتيجيات تساعده على استخدام فرصه المالية بشكل ذكي. يوم مفاجئ في السوق. بعد العودة من الغابة، قرر رامي تجربة بعض الأفكار التي تعلمها من الكتب. ذهب إلى السوق وبدأ يستخدم استراتيجيات البيع والشراء التي قرأها. حدث شيء غريب: كل صفقة كانت تنجح بطريقة مذهلة. بعض البائعين كانوا يندهشون، وأصحاب المحلات بدأوا يسألونه عن سر نجاحه. جلس رامي مع صديقه القديم سامي وقال له:
سامي: لا أصدق ما يحدث معي. كل خطوة أقوم بها مع الخاتم تجلب لي فرصا مذهلة. ابتسم سامي وقال: ربما هذا الخاتم ليس مجرد خاتم، ربما والدك ترك لك مفتاحا لحياة أفضل. رامي لم يستطع إلا أن يبتسم ويشعر بالامتنان العميق، لكن لم تكن كل الأمور سهلة. لاحظ رامي أن بعض الأشخاص في القرية أصبحوا يحسدونه ويحاولون التقرب منه لمصالح شخصية. في أحد الأيام جاءه أحد الأقارب الغنيين وطلب منه المشاركة في مشروع كبير، لكن كان واضحاً أن الهدف الحقيقي هو استغلال ثروته الجديدة. قال رامي بحكمة: أنا سعيد بأن أساعد من يحتاج، لكن لا أستطيع أن أشارك في شيء أرى أنه قد يؤذي الآخرين. شعر الأقارب بالغضب، لكن رامي بقي هادئا لأنه تعلم من الكتب ومن الخاتم أن الحكمة والصبر أفضل من الطمع السريع. في نهاية اليوم جلس رامي بجانب النهر يتأمل كل ما حدث. شعر بالامتنان لكل خطوة وكل تجربة مر بها، وقال في نفسه: الخاتم لم يجعلني أغنى فحسب، بل علمني كيف أكون حكيما صبورا وأفضل نسخة من نفسي. ثم سمع صوتا خافتا وكأن الخاتم همس له: المرحلة الحقيقية لم تبدأ بعد، استعد لما هو أعظم. رامي شعر بالإثارة والفضول في نفس الوقت، لأنه أدرك أن رحلته مع الخاتم لم تنتهي بعد، وأن المفاجآت القادمة ستكون أعظم وأكثر تحدياً. في صباح اليوم التالي استيقظ رامي مبكراً مليئاً بالحماس، وهو يشعر أن الخاتم يقوده نحو مغامرة أكبر. كانت الشمس تشرق بلون ذهبي خلاب، والطيور تزقزق كأنها تبارك له اليوم الجديد. قرر أن يتبع الخريطة القديمة خطوة خطوة. كان الطريق مليئا بالغابات الكثيفة، الجداول الصغيرة، وأصوات الحيوانات البرية. شعر رامي أن كل شيء حوله يتناغم مع الخاتم، وكأنه يدله إلى ما ينتظره من كنوز وفرص. بعد ساعات من المشي وصل إلى كهف صغير مخفي بين الأشجار. دخل بحذر ووجد صندوقا خشبيا قديما مغطى بالغبار. فتحه ودهش لما وجده: مجموعة من العملات القديمة والمجوهرات النادرة، بالإضافة إلى مخطوطات سرية تحوي نصائح للحياة والنجاح. قرأ رامي المخطوطات بعناية، وتعلم كيف يمكنه استثمار الفرص الصغيرة بحكمة، وكيف يمكن للمعرفة أن تكون أغلى من الذهب نفسه. خرج رامي من الكهف وهو يشعر بالقوة والثقة، وعاد إلى القرية ليبدأ تطبيق ما تعلمه. مع مرور الأيام بدأت تظهر التحديات الحقيقية. بعض التجار الغيورين حاولوا إيقافه عن أعماله وإفساد سمعته. أحد أقاربه الطامعين حاول سرقة الخاتم في الليل. رامي واجه قرارات صعبة مثل: هل يشارك ثروته مع من استحقها حقا، أم يركز على حماية نفسه؟ ولكن كل مرة كان الخاتم يلمع
ويعطيه إحساسا بالسلام والحكمة، مما ساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة. في يوم جلس مع أمه وقال لها: أمي، لم يكن هذا الخاتم مجرد شيء مادي، بل علمني أن أكون صبورا وحكيما وأساعد الآخرين. ابتسمت والدته وقالت: الذهب الحقيقي يا بني هو القلب الطيب الذي يستخدمه الإنسان بحكمة. مع مرور الوقت أصبح رامي أغنى وأقوى شخص في القرية، لكن الأهم من ذلك أنه أصبح رمزا للعدل والحكمة والكرم. الأطفال يحبونه ويستمعون إلى قصصه وحكمه. الجيران يأتون إليه ليس فقط للمال، بل لنصائحه في الحياة. حتى أقاربه الذين حاولوا الطمع في البداية أصبحوا يحترمونه ويعترفون بحكمته. كل شيء تغير في القرية، وأصبح الناس يروون قصته للأجيال القادمة، وكيف أن شابا فقيرا ورث خاتما واحدا فقط، لكنه اكتشف أنه مفتاح القوة الحقيقية والثراء. في إحدى الليالي، وبينما كان رامي يتأمل النجوم، شعر بدفء غريب من الخاتم. همس له: لقد تعلمت كل ما تحتاج، الآن حان الوقت لاستخدام كل ما اكتسبته لتغيير حياة الآخرين. قرر رامي أن يفتح مدرسة صغيرة لتعليم الأطفال الحرف والمهن، ويستثمر جزءا من ثروته لمساعدة الفقراء وبناء مشاريع صغيرة، بحيث يستفيد الجميع وليس هو فقط. وهكذا تحققت النهاية. رامي لم يصبح أغنى شخص فحسب، بل أصبح رمز الأمل والحكمة والكرم في قريته. تعلم الجميع درسا مهما: الثروة الحقيقية ليست في المال وحده، بل في الحكمة والصبر ومساعدة الآخرين. في إحدى الليالي، وبينما كان رامي يتأمل النجوم، شعر بدفء غريب من الخاتم. همس له: لقد تعلمت كل ما تحتاج، الآن حان الوقت لاستخدام كل ما اكتسبته لتغيير حياة الآخرين. قرر رامي أن يفتح مدرسة صغيرة لتعليم الأطفال الحرف والمهن، ويستثمر جزءا من ثروته لمساعدة الفقراء وبناء مشاريع صغيرة، بحيث يستفيد الجميع وليس هو فقط. وهكذا تحققت النهاية. رامي لم يصبح أغنى شخص فحسب، بل أصبح رمز الأمل والحكمة والكرم في قريته. تعلم الجميع درسا مهما: الثروة الحقيقية ليست في المال وحده، بل في الحكمة والصبر ومساعدة الآخرين. انتهت القصة. وإذا أعجبتكم القصة لا تنسى زر الاشتراك فضلا وليس أمرا.